بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب المسموع بصوت عمرو بادنشكي. عنوان الكتاب إلى أبنائي وبناتي 50 شمعة لإضاءة دروبكم، للكاتب الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا للشمعة الأخيرة، الشمعة 50. عنوان الشمعة: انشروا البشرة والبشرة. لم نكن في يوم من الأيام أحوج إلى الاستبشار والتبشير منا في هذه الأيام. إن مجالسنا تعج بالنقد لكل شيء، ويعلم بعلم وبغير علم، وقد صرنا متمرسين بجلد الذات إلى حد الأزمة، مع أن ما في أيدي الناس من خير أكثر بكثير مما كان في أيدي آبائهم وأجدادهم، والكل يشكي ويتأفف من كل هذه الحياة صارت خالية من الخير والسرور والأمان، وحتى أن بعض أعراسنا صار مجالا لاستعراض والانكسارات وحتى الأناشيد التي ينشدها بعض الشباب في المناسبات السعيدة صارت تتضح باليأس والحزن والأسى. وأرجو منكم يا أبنائي وبناتي أن تتذكروا والنصوص التي تدل على رحمة الله تعالى بعباده، فتدل على عظمة نعمة الإيمان، وتلك التي تدل على جزيل الثواب لله تعالى ولعباده المؤمنين. وتذكروا كذلك أخبار الصحيحة الدالة على الجنوح وإلى الرفق والتيسير ورفع الحرج، حتى تهزموا بها مشاعر اليأس والهم والغم. وتلك النصوص والأحاديث الشريفة آتية: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، وإن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، لكنه بعثني معلما ميسرا. وإن ربكم حي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفرا، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وبشروا هذه الأمة بالنساء والدين والرفعة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. الكلمة الطيبة صدقة. إن نعمة الإيمان والهداية التي هي طريق الفوز بالسعادة الأبدية تستحق دائما أن نستبشر وننتظر الكرامة من الله تعالى، وأن أشعر بأن بعض النصوص بهدف إلى كسر ألفنا ولهذه النعمة، وإن الدرجة إنها لم تعد تثير في نفوسنا مشاعر الشكر والامتنان لله تعالى ومشاعر الرضا والطمأنينة. من تلك النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يجبل ويؤذن للصلاة ويصلي، يقول الله عز وجل: انظروا لعبدي يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وإذا لم تستحضر هذه النصوص وهذه المعاني فقمنا بمقارنة أحوالنا بأحوال بعض الأمم الأخرى في مجالات الصناعية والتقنية والرفاهية والتنظيم، فإن النتيجة الحتمية هي ما تلاحظه اليوم من التأفف والتذمر من كل شيء، وهذا ينطوي على نوع من الجحود لما أنعم الله به علينا من إيمان ويقين، وقد حرمت به هذه الأمم الكثيرة. لا أدري ماذا وجد من فقد الإيمان وجهل خالقه وأضاع أهدافه الكبرى. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لأبنائي وبناتي؟ إنه يعني الآتي: تعلموا كيف تدخلون السرور والطمأنينة على قلوب كل من يحت بكم
يحتك بكم، وحاولوا أن يشعر الناس من حولكم أن الحياة تكون جميلة حين يكونوا قريبين منكم، واعلموا أن بلوغ ذلك بالطرفة الذكية والمهذبة والكلمة الطيبة والمجاملة الصادقة واكتشاف ميزات زملائكم وأصدقائكم، وباركوا لهم النجاحات التي يحققونها، واختلفوا بهم ومعهم واحتفلوا بهم ومعهم. إذا تحدث الناس عن خسائر فذكروهم بالأرباح، وإذا تحدثوا عن الهزائم فحدثوهم عن الانتصارات، وإذا تحدثوا عن الطرق المسدودة فحدثوهم عن الطرق المفتوحة. وحاولوا دائما أن تروا الوجه المشرق للأشياء، وأن تروا النصف المملوء من الكأس، واحتفظوا ببراءة الأطفال، وتعلموا منهم الفرح الذي يغمر النفس من خلال الحصول على قطعة من الحلوى أو ثوب جديد، واستمتعوا بما في أيديكم، واشكروا الله عليه، ولا تنشغلوا بما وهبه الله تعالى لغيركم فتتجرعوا غصص الغيرة والحسد وتخجلوا من نعمة الله عليكم. واستخدموا الكلمات الجميلة الرقيقة المتفائلة في التعبير عن مشاعركم وأوضاعكم وأشيائكم، حيث أن للكلمات تأثير كبير في نفس قائلها ونفس سامعها، وأكثر من الثناء على الله تعالى، فهو أهل في كل فضل ومولى لكل نعمة وولي كل معروف. شكرا لكم ولمتابعتكم الرائعة. انتهت 50 قاعدة لكتاب 50 شمعة لإضاءة دروبكم. شكرا لكم لمتابعتكم الرائعة إلى الخاتمة. الحمد لله على ما هدى وأعان، وله المنة من الأولى والأخرى، وهو الرحمن الرحيم. وبعد، فهذه 50 شمعة هي عبارة عن 50 رسالة أوجهها إلى أبنائي والشباب والفتيان وبناتي والشابات والفتيات. الهدف من هذه الشمعة الرسائل نقل خبرة جيلي إلى الجيل الجديد، حيث أن من الواضح أن هذه الحياة أشياء كثيرة لا تتضح إلا مع الزمن. وأن كنت أنا أكتب هذه الشمعات أتذكر نفسي أيام الصبا، وكيف كنت أفكر وأحلم، كيف كنت أرى الأشياء وأتفاعل معها، حتى وقد تبين لي فعلا أن علي أن أضحك مرة تلو مرة من رؤيا والأحداث ومواقف واهتمامات وردود أفعال لا بست حياتي على نحو من الإلحاح. كنت قد ذكرت هذه الشمعة الأولى أنني سنغادر هذه الحياة قبل أن نفك كل طلاسمها، وقبل أن نمتلك كل مفاتيح صناديقها، ولكن مع ذلك علينا أن نحاول الوصول إلى أوضح رؤية ممكنة. وهذا الكتاب يشكل محاولة صغيرة لتتفتح على أبنائي وبناتي على الحياة، ولفت انتباههم إلى بعض المفاهيم المهمة. فالملاحظ أنني ركزت كثيرا على مسألة الإدراك للشباب والشابات لذواتهم، والمسألة في طبائع الأشياء وسنن الله تعالى في الخلق، كما ركزت على بث الروح الإيجابية وبث الاهتمام بالأشياء العملية مهما كانت صغيرة، وذلك من أجل مساعدة أبنائي وبناتي على التكيف من معطيات الحياة المعاصرة، من أجل تشجيع ما لديهم من ميول إيجابية للعطاء والتميز. وإنني لم أقل كل ما أريد قوله، كان في إمكاني أن أقول جزءا مما قلته، ولكن أعتقد أن 50 شمعة التي أضاءتها كافية لتشكيل رؤية لا بأس بها للحياة والأحياء والذات والآخر. والله هو المعين المعبود المحمود في كل حين. وربما تسنح لي الفرصة في المستقبل لأقدام لأبنائي وبناتي شمعات أخرى إضافية، من أجل تحقيق مزيد من التواصل بين الأجيال، وتحقيق المزيد من الفهم لواجبات العصر. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكرا لكم ولمتابعتكم الرائعة. انتهى كتاب 50 شمعة لإضاءة دروبكم للكاتب الدكتور عبد الكريم بكار. إلى اللقاء في كتاب آخر بإذن الله. لا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل كتاب نقوم بقراءته بالصوت، ولا تنسوا أن تكتبوا لنا كتابا أو عنوان كتاب أو كاتب تريدون قراءة كافة مجموعات كتبه. شكرا لكم ولمتابعتكم الرائعة، وللقاء في
كتاب آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.